تتخيل ان ممكن حد ياكل طيارة؟ لا مش بس طيارة، تتخيل حد ياكل مسامير او دبابيس. اللي قدامك دي صورة ل 1440 شيء تم استخراجه من معدة مريض اكل 457 مسمار و42 مفك وحاجات تانية. المرض ده اسمه البكا. ده عبارة عن اضطراب بيخلي المريض عاوز ياكل حاجات غير صالحة للأكل، زي المعادن والطين والطباشير والشمع إلى آخره. تتخيلوا بقى إن في دراسة عالمية بتقول إن حوالي ربع الحوامل بيجيلهم الاضطراب ده. وبالمناسبة ده بنسميه الوحم. زي ما سمعت كده، لما واحدة حامل تتوحم على حاجة معينة بنسمي ده البكا. طيب ايه هو بقى سبب البكا وبيجي ازاي؟ للأسف لحد دلوقتي ما نعرفش ايه هو السبب الحقيقي، لكن اكتر نظرية متعارف عليها حاليا هي نقص العوامل الغذائية زي الحديد والزنك. فالجسم بيبدأ يشتهي ياكل اي حاجة علشان يعوض العناصر دي. في نظريات تانية ليها علاقة بالعادات والتقاليد بتاعة المرضى، وفي أسباب نفسية تانية بتغير سيكولوجية الدماغ وبتخليه يبدأ يشتهي المعادن والحاجات الغريبة. من أشهر المصابين بالمرض ده شخص اسمه ميشيل لوتيتو. ميشيل لوتيتو ده بدأ ياكل حاجات غريبة من وهو عنده 16 سنة، لدرجة إن أكل طيارة بعد أما فككها لقطع صغيرة. لوتيتو سجل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأغرب نظام غذائي، وادوله لوحة نحاسية بمناسبة الرقم ده، لكن للأسف أكل اللوحة دي برضه. بالنسبة بقى لعلاج البكا فهي بتتعالج حسب السبب الشائع، مثلا لو كان نقص في العناصر الغذائية أو لو كانت جاية بسبب اضطراب نفسي، وبتتابع مع الدكتور المعالج علشان يحدد السبب ده وبيديك العلاج المناسب ليك. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد وقصص جاية كتير من قناة ورا كل فكرة.